يا هلا وغلا بالشباب، ايه الاخبار؟ طبعا ده this is my second vlog او third. ده تالت واحد. اول واحد كان هنا في الاي سي، تاني واحد كان في الكارير كوتشنج داي، و ده اخر واحد، ده تالت واحد. حبيت صراحة فكرة الفلوج بنتكلم فيها براحتنا والستريم بتاع الايدياز كده بيجي ورا بعضه، فبيكون حلو يعني ان انت حاجه تيجي على بالك دلوقتي وتقولها وبتاع. بس انا طبعا ما بسيبش الموضوع سداح مداح، لان انا مش فاتحها سداح مداح اكيد يعني. فبكتب شويه نوتس زي ما عملت المره اللي فاتت، وهنتطرق ليهم واحده واحده. وعنوان الفلوج ده او الكونسبت بيهايند ذا فلوج ايه بقى؟ know yourself then choose your field. اعرف نفسك الاول، وبعدين اختار الكارير بتاعك او الفيلد بتاعك، او حتى ايفن بداية من الاكاديميك فيلد، بعدين الكارير فيلد بقى، او اللي هو البروفيشنال فيلد. الجو جميل وانا بصراحة سعيد يعني، فتلاقيني الموضوع هادي. بص يا سيدي، طبعا من عنوان الموضوع، طب احنا نعرف نفسنا ازاي يا احمد؟ يعني احنا ايه اللي هيخلينا نعرف نفسنا، او ايه التولز اللي احنا نعرف بيها نفسنا؟ انا جايلك النهارده بتو تولز. التولز دولت يعني their validity. يعني في ناس قالوا ان الاول تول اللي هي الام بي تي اي تيست، او خلينا نتكلم عن الام بي تي اي الاول. الام بي تي اي تيست هو بيرسوناليتي اسسمنت، بتعرف فيه شخصيتك، ايه الكاركترستكس بتاعتك، ايه اللي بيميزك. انت شخص انتروفيرت، بتحب يعني ما تتواصلش كتير، بتلاقي سعادتك وراحتك في القعده لوحدك، ما تحبش تعمل اكتيفيتيز كتير مع الناس، ما تحبش تتواصل كتير، عندك القدره ولكن انت اللي مختار كده. او انت شخص اكستروفيرت، بتحب الاجتماعيات، وبتحب تكون حد سوشيبل كده. وطبعا ده ليه حاجات وده ليه حاجات، فكونك تعرف نفسك وتقول والله الحته دي ايه مش محببه لقلبي، او التراك ده مش محبب لقلبي، او ايفن الاكاديميك فيلد ده مش حابه. وليكن مثلا انت حد انتروفيرت وما بتحبش مجال، بتحبش تعامل كتير بتاع مش عارف ايه، طب الطب اكيد مش هيكون مناسب ليك، طب التيتشنج اكيد مش هيكون مناسب ليك. فالتولز هنا بتاعت الام بي تي اي تيست هتعرفك نفسك اكتر، وتعرفك شويه كاركترستكس عن نفسك، بحيث ان انت تعرف نفسك اكتر فتحطها في اللي هي عايزاه. فمن هنا بقى تبدا تجرو بقى، من ان انت تختار لها الصح ليها. اذا هتعرف بقى ايه تنمو، وتعرف كاريرك يبقى افضل، وكاريرك يبقى احسن، وتبقى ناجح، وتحقق اللي انت عايزه بسهوله، لانك انت يعتبر في ملعبك بقى. يعني انت ايه، مش في ملعب مختلف عن الحاجه اللي انت بتحبها، لا ده ملعبك وده الفيلد بتاعك ودي الحاجه اللي انت بتحبها، فبالتالي هتبدع فيها. فانا دايما بقول ان البدايه بتبدا من هنا، من نفسنا. مش يعني انا بتحرك من هنا من جوه لبره، مش بتحرك من بره لجوه، مش بعتمد على حاجات خارجيه عشان خاطر ترسيني انا جوه، لا انا تمام من جوه، فبالتالي بتمم بره معايا. فاهمين قصدي؟ انا مظبط جوه فبظبط بره، مش بره متظبط هبقى انا متظبط، او بره مش متظبط انا هبقى مش متظبط. ده كده مش هينفع. انت كده اي سيتويشن بره، او اي ايفنت يحصل سواء حلو او وحش هيطلعك وينزلك، وتكون انت ايه، مالكش كده اللي هو مش راسي كده. لا احنا عايزين انت تكون راسي، عارف بتعمل ايه، عارف بتختار ايه ليه وامتى تعمله وازاي تعمله كده. فاحنا عندنا الام بي تي اي تيست هيدينا شويه كاركترستكس عن نفسنا، هيدينا شويه هايلايتس. والله انت انتروفيرت، انت اكستروفيرت، انت بتحب الحاجات اللي فيها تستخدم ايدك اكتر. وهنتكلم بعدين عن الليرنينج تايب وتاثيره يعني، وعلاقته بالشخصيه برضو. طيب والله الام بي تي اي بيقول ان انت حد تنفع للشغلانات دي، 1 2 3 4 5. على فكره الام بي تي اي تيست بيقول لك انت تنفع في شغلانات ايه، هيرشح لك شغلانات معينه. وليكن مثلا انت حد التايب بتاع البيرسوناليتي بتاعته كذا، اقول لك والله مثلا وليكن يعني على سبيل المثال انت حد والله انتروفيرت، فاذا انت هتشتغل في شغل الاي تي اللي هو في الشركات، مش بس مش فريلانسر، لان الاي تي فريلانسر هتضطر انك تتعامل مع ناس كتير. فلا مثلا حد جرافيك ديزاينر، انت كده انت مش هتشتغل فريلانسر، انت شغال في شركه بيجي لك شغل بتعمله وبتمشي، فاللي هو ايه مش بتتعامل مع كلاينتس، مش فريلانسر يعني. طيب انت والله حد انتروفيرت، لا هاته ده يشتغل في السيلز، ده يشتغل في التيتشنج، ده الاكستروفيرت. تمام، خليني اقلب الصفحه.
او نقطع دي برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت عشان تكون قدامي، عشان ايه اعرف العناوين منها. ماشي حلو. فاذا احنا خلينا الانتروفيرت في الحاجه المناسبه ليه، وخلينا الاكستروفيرت في الحاجه المناسبه ليه. فده هيعرف يبدع في دي وده هيعرف يبدع في دي، من غير ما الاولاني يحس ان هو لو دخل مثلا الانتروفيرت لو دخل في حته تيتشنج مثلا، طب هو اصلا بيتقفل من حوار التعامل وما بيحبش يتعامل كتير. شخص حدودي شويه بيحب يحط حدود. طبعا الاكستروفيرت يعني الحدود دي حاجه نفسيه اساسيه المفروض تكون موجوده في كل البشر يعني، بس ده بيكون مزودها سيكا. طيب بيحب والله يقعد في وظائف كده ما فيهاش يعني اجتماعيات كتير وتواصل كتير بتاع. لو جيت حطيته في التيتشنج، طب انت كده بتعمل عليه لود، انت كده بتحط في البازل ولا حاجه اللي هي الشيب بازل دي، لو انت بتحط الشيب بتاع المربع في قلب المثلث انت كده يعني مش هتحط. ولو انت حطيته بالعافيه كده انت هتقطع من المربع، كده انت هتأذي من الشخص ده كونه موجود في حته معينه ما هياش بتاعته، هو مش حابب كده، هو مش مستلذ بالوضع ده. عاجلا ام اجلا هيجي عندي الكارير كوتشنج وهيقول لي والله انا عايز اعمل كارير كوتشنج، عايز اعمل كارير شيفت ساعدني. فده كده كده جاي، عارفين يقول لك انت ده كده كده جاي العياده او كده كده جاي. فالحاجات دي كلها هتخليك ما تعملش قرارات غلط، هتخليك ما تخشش فيلدز غلط انت مش حاببها. فانت كونك تعرف نفسك بالام بي تي اي تيست، تمام، لا انت كده بتعمل بيكي. هو بيحب التواصل وبيحب كده، فراح للشارع اهو بيتعامل وبيسوي. هات لي واحد انتروفيرت يعرف يقول بيكيا، والله ما يعرف. هو مش اصلا، هو اصلا كاره البيكيا وكاره الشارع وكاره يعني هو مش عايز يتعامل. طيب الام بي تي اي تيست، الناس بتوع العلم بتوع علم النفس وكده بيقول لك ان هو مش فاليد وما تعتمدش عليه والكلام من ده. طيب احنا مش بنعتمد عليه بنسبه 100% يعني، وبعدين ما فيش حاجه لها علاقه بالاجتماعيات وعلم الاجتماع وكده 100% رايت، كلها تنبؤات يا باشا. الانسان ده كان معقد اصلا، وكان اساسا يعني ما فيش حد فينا العلوم عماله بتكتشف لسه فيه ولسه ومش هيكتشفوا يعني. فانت هتيجي تقول ان هو 100% رايت، في ايه 100% رايت اصلا يعني؟ ايه هي الحاجه اللي هي 100% رايت اساسا؟ مفيش. ولكن عشان خاطر برضو الشكوك ونبعد عن الشكوك والحاجات اللي هي اللي كده، طيب هو مش 100% كوريكت يا عم، هو 70% كوريكت. وحش وحش، ببلاش ببلاش، دفعت فيه جنيه لا، طب ما اعمله مش هخسر حاجه. اعمل الام بي تي اي تيست، تمام، مش هيخسرني حاجه. غالبا من 5 ل 10 دقايق هتعمله، هيطلع لك بقى بعدها بقى كده ايه، زي صفحه او زي بي تي اف. البي تي اف ده هيتبعت لك على الميل بتاعك، تمام. هقول لك والله على حسب بقى المكان اللي انت تعمل فيه او الموقع اللي انت تعمل فيه، والله انت الكاركترستكس بتاعت البرسوناليتي بتاعتك كذا، 1 2 3 4. والله انت تنفع في الوظائف الفلانيه 1 2 3 4، ما تنفعش في الوظائف الفلانيه 1 2 3 4. الكلام ده 100% كوريكت؟ لا. وايفن اف لو انت حتى رحت لحد وكاستمايزد وبتاع، كلامه مش 100% كوريكت برضو. ليه؟ هو هيقيس على الحاله دلوقتي، الحاله اللي انت عليها دلوقتي، ولكن برضو هل انت هتفضل ثابت على الحاله دي؟ مستحيل. اصلا ما فيش انسان بيثبت على حاله معينه، ولو انت جيت دورت هتلاقي كل زمان هتلاقيك انت نفسك كده. فتره من الفترات كنت بتحب حد معين، فتره من الفترات بعدين ده طبعا باشتراط التغير او التطور. ايفن اف لو انت ما بتتطورش احداث، او انت ما بتركزش انت على تطورك انت، انك ما تطور في نفسك وتطور من نفسك. يا جماعه تطور في نفسك، اقصد بيها تطور في نفسك سايكولوجيكلي على المستوى النفسي، مش تطور في نفسي زي ما الناس كلها بتقول تطور في نفسي اتعلم لغه. لا، انت كده بتطور في نفسك في ايه؟ في فرق ان انا بطور في نفسي بس كده انا بشوف بقى عقدي، بشوف الخبرات بتاعه الطفوله اثرت عليا ازاي، بشوف باخد الامور ازاي. ايوه يا عم اللبس الجديد دي يا اسطى انت بتتريق عليا؟ ايه يا عم لا. ففي برسبكتيفز، في واحد يقول لك ميرسي جدا والله انت ثانك يو، في واحد يقول يا عم انت بتتريق عليا، ما تتريقش عليا يا عم، دي حاجه على قد كده. فده بيفهمها بطريقه وده بيفهمها بطريقه. ففي فرق انك تطور في نفسك سايكولوجيكلي على المستوى النفسي، وفي فرق يقول لك والله انا هشتغل على نفسي. طب هشتغل على نفسي واقف كده، انا قصدي سايكولوجيكلي. طب هشتغل على نفسي في ايه؟ بشتغل على نفسي والله بروفيشنالي، مهنيا، باخد كورسز في المجال بتاعي بتاع مش عارف ايه.
بشتغل على نفسي spiritually روحيا، بصوم، بتصدق عشان خاطر ده يحسسني كده بالفولفيلمنت كده وان انا تمام، علاقتي بربنا حلوه. والله بطور في نفسي السوشيالي، بقابل ناس جديده، بتعامل مع ناس جديده، بشوف ناس جديده على الفيسبوك، بدخل جروبس، بتعامل سوشيابل انا في حاجات ليها علاقه بالمجتمع. فكده فدي القصه يعني، عشان ما حدش يقول لك انا بشتغل على نفسي وبقف. طب بتشتغل على نفسك في ايه؟ بشتغل على نفسك وبقف كده انت هتتفهم. انت بتشتغل على نفسك، على عقدك وعقد الطفوله وشخصيتك والحاجات اللي هي اللي جوه، من جوه انترنالي. طيب بشتغل على نفسي في ايه؟ كذا كذا كذا. حلو حلو. فانت ايفن اف لو مريت بكستمايزد اكسبيرينس مع حد، هيقول لك والله انت كذا كذا كذا، لا انت اصلا هتفضل تتغير. ليه؟ حتى لو مش مركز على نفسك ان انت تطورها اصلا عن قصد يعني، انت كده كده تطور من الاحداث اللي بتحصل حواليك. وهنا لازم تكون واعي للاحداث برضو. هي عامه لفه كده، انا هبقى اعمل لكم عليها فلوج او اعمل لكم عليها فيديو على الفيسبوك، على اليوتيوب شانل. انا برضو عملت فيديو بتاع السيلف ريفليكشن، هتلاقيه طالع لك من اللي فوق دلوقتي، خش برضو عليه وبص كده الاسئله، وعامل كده كاستمايزد بروجرام تعرف نفسك اكتر ازاي. فما فيش حد فينا يا جماعه بيفضل ثابت. اللي انت بتحبه دلوقتي ممكن تكرهه بعدين، واللي انت بتكرهه بعدين او انت بتكرهه دلوقتي ممكن تحبه بعدين. فما فيش حد فينا ثابت، وما فيش حد فينا اللي هو ايه هيضمن لك انه مش هيتغير. لا، ما فيش حد ما بيتغيرش، وما فيش حد ثابت. واللي يقول لك انت اتغيرت ده بص جواه، انت ايه اتغيرت؟ ايوه اتغيرت، ما كلنا لازم نتغير. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ عايز افضل ثابت؟ ما فيش حد بيفضل ثابت. واللي بيفضل ثابت يعني ايه؟ في علامات استفهام. فالطبيعه هي التغير. فهنا اتكلمت على الام بي تي اي تيست، هيقول لك بقى شويه حاجات عنك، ويعني وانت تبدا تلمس معاك مثلا الحته دي، دي كذا، لا دي كذا، لا دي هو بيهبط فيها كده يعني. وهنا برضو مهم ان انت تجاوب صح على الاسئله. يعني انت ما تهبطش في الاسئله، لانه عايز اعدي، لا، ما اعمل الاختبار صح، اعمل التيست صح، لانك بعدين ممكن تشتغل في شركات هيتعمل لك اسسمنت بقى بفلوس. والاسسمنت ما دام بفلوس هيحددوا عليه شويه حاجات. انا لسه خارج اهو من ليرنينج اند ديفلوبمنت ومن الاتش ار، لا هم هيحددوا عليه حاجات وهيظبطوك بيها. يعني انت لا ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وهيتبني عليها كلام. فانت ما تهزرش فيه، حتى لو ببلاش، حتى لو ببلاش ما تهزرش فيه. اعرف هو هيقول لك ايه، خد الاكسبيرينس بجد وجاوب بجد. جاوب بنفسك الحقيقيه، ما تجاوبش باللي هو ايه. انت دلوقتي لو حد استناك مثلا بره، موقف من ضمن الاسئله، حد قال لك استناني وفجاه اتاخر عليك ساعه واتنين، السؤال هنا هيكون جاي لك انت هتعمل ايه؟ فما تجاوبش اللي هو انا نفسي اعمل ايه في السيتويشن، لا، جاوب على اللي انت عليه حالا. فاهم قصدي؟ جاوب على اللي انت عليه حالا. يعني ما تجاوبش على اللي انت نفسك تبقى عليه، او ما تتوقعش ان انت لو جاوبت اجابات معينه هتطلع لك بشخصيه تانية معينه. لا، جاوب على اللي انت عليه. وايفن اف لو عايز تغير في الشخصيه او عايز تعمل حاجه فيها بعدين هتقدر، بس عارف انت اللي هو ايه، نعرف دلوقتي احنا فين. فاهمين قصدي؟ هي ده بالنسبه للام بي تي اي تيست، وبالنسبه للحاجات اللي هو بيعرفها لك عن شخصيتك بقى، سواء فيلدز معينه تشتغل فيها او فيلدز معينه ما تشتغلش فيها، حاجات معينه مناسبه، حاجات معينه مش مناسبه. الكلام ده كله يعني مفيد يا جماعه، وهيعرفك حاجات كتيره قوي عن شخصيتك. اكتب كده على جوجل ام بي تي اي تيست، هيجيب لك بقى حاجات كتير. اشهرهم اللي هو 16 personalities، موقع كده هتلاقي اسمه 16 personalities. ده موقع بيبروفايد البيرسوناليتي تيست، او اكتب بيرسوناليتي تيست في العادي. عشان انا بحب اكتب واشرح لكم ليه برضو في الايه، في الحته بتاعه الليرنينج ستايل. تمام كده احنا غطينا الحته بتاعه الام بي تي اي، وقلنا الفاليديتي بتاعته سواء هو كان 100% accurate او مش 100% accurate. قلنا ان الحاجات بتاعت علم الاجتماع وعلم الانسان، علم النفس قصدي، والحته اللي لها علاقه بعلم النفس وعلم الاجتماع وكده بتتغير على طول، ومفيش حد هيجزم ان ده صح 100%، ومفيش حد هيجزم ان ده غلط 100%. يعني مفيش كده. وهنقول ان الام بي تي اي ده جه عليه فتره وكان هو احسن حاجه، بعدين اكتشفوا الاحسن. طب والناس اللي كانت بتتعامل بيه خلاص بقى كخه، لا، ما فاهمين. فاللي هو ايه، قشطه يعني. تمام. وقلنا برضو ان هو يعرفك يعني شويه كاركترستكس عنك، والحاجات دي يعني مش وحش انك تمشي بيها وانك تعرفها كده از تريجرز، بس ان هي ايه، تديك دلائل في الطريق، يعني تعرفك الدنيا فيها ايه.
ده كان بالنسبه للام بي تي اي تيست، وضروره انك تعمله بشكل صحيح، وما ما تحدش في اي نقطه فيهم، و ما تتكلمش على اي نقطه فيهم بشكل خاطئ، علشان خاطر الموضوع ده ايه هيفرق معاك في التقييم يعني عامه. طيب ده بالنسبه للام بي تي اي تيست. ده الحته بتاعت الاسسمنت. احنا كده بتكلم بس في الحته بتاعت الاسسمنت اللي انا ايه هقول لك عليهم، يعرفوك الايه الامور فيها ايه عندك انت من جواك لبره زي ما احنا قلنا. حلو. تاني حاجه بقى الليرنينج ستايل. دي كده الاسسمنت والتولز اللي انا هدخل بيها اصلا في فيديو النهارده. ده الليرنينج ستايل ده بقى مهم جدا يا جماعه، مهم جدا جدا جدا. احنا عندنا في الليرنينج ستايلز 4 انواع اساسيه. في انواع غيرهم، في انواع غيرهم، بس دولت اللي هم ايه يعني اللي هم زي المشاعر كده، الحزن والفرح والاشمئزاز، وايه تاني، والخوف. دي المشاعر الاساسيه، بيتفرع منها مشاعر تانية بقى. دول برضو الليرنينج ستايلز الاساسيين. اول حاجه اللي هو فيجوالايزر من اسمه كده، او خليني اقول لكم عليهم كلهم وبعدين نتكلم في واحد واحد. اول نوع اللي هو الفيجوالايزر. تاني نوع اللي هو الرايتنج زي ما انا بعمل دلوقتي كده. تالت نوع اللي هو ايه اوديتوري، بيحب يسمع كتير، هو بيحب يسمع. تمام. رابع نوع واللي هو الايه الكاينستاتيك. تمام. بيحب يعمل كل حاجه بايديه. طيب الفيجوالايزر يا جماعه تلاقيه مثلا بيكتب اهو، تلاقيه بقى ايه الوانه ودنيته. تلاقيه بيحب يكتب بالوان مختلفه، الاحمر، الازرق، الاسود. بيهايلايتر كتير قوي، بيحب يعلم بقى ويخلي الاوضه يخلي الورقه كده ملونه، ويعمل بقى اشكال ويرسم ويعمل حاجات كده. يعني لا، هو حد كده بيحب الفيجوالايزر، بيحب يرسم ويطبق اللي في دماغه على هيئه يعني رسومات. تمام. فيجواليزيشن، يعني الكورس بتاع الداتا اناليسيس اند فيجواليزيشن بقى اللي هو تعرض بقى الداتا اللي انت عملتها دي، تعرضها لي. تمام. طيب تلاقيه بيحب يتفرج على انفوجرافيكس. تلاقيه مثلا يحب يشوف انفوجرافيك مثلا يعمله زي كده وكده 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 كده، مثلا كده زي كده مثلا. الحاجات دي يحب دي قوي. وهو قاعد مثلا في كلاس مثلا، بديكم مثال يعني، تلاقيه يعمل حاجات زي كده. تمام. دي كانت الاندراجوجي 5 assumptions اللي هي بتاعت الناس الكبيره، الكبيره اللي بتتعلم يعني، وبقول لكم عليها بعدين. عندي حاجات كتير عايز اقولها لكم بصراحه. تمام. تمام. ده لحد الفيجوالايزر يعني. طيب هنيجي بقى اللي هو الحد اللي بيتعلم بالايه سوري يا شباب، حد بيتعلم بيه الكتابه. تمام. تلاقيه بقى بيحب يكتب طول الوقت، بيحب يسجل ورا المحاضر، بيحب يقول بيحب يقول والله دي كذا ودي كذا، ويكتبها ويسجل كل حاجه. تلاقيه مثلا سمع فيديو على اليوتيوب تحب يكتبه دايما كده، تلاقيه معاه ورقه وقلم. يعني هو ما يعرفش يقعد لوحده كده، لا يعني تلاقيه يسجل في نوته. يعني ممكن يكون فاكر بس هو بيكتب اكتر، تلاقيه بيسجل اكتر، يحب يقرا كتير قوي. تمام. فالحد اللي هو بتاع الرايتنج ده دي الخصائص بتاعه الشخص اللي بيكتب. تمام. هتيجي بقى تخش على حد الاديتوري اللي هو بيسمع كتير قوي. تلاقيه ده بقى بيسجل المحاضره. تمام. يسجلها طبعا بعد اذن المحاضر. ارفع ايدك وقول له هيوافق عادي على فكره، مش لازم انت تعملها من وراه. تمام. بيحب بقى يسمع كتير بقى البيه. تحب مثلا القرآن مثلا، بيحفظ قرآن مثلا، تلاقيه بيحب يسمع اكتر بدل ما يقرأ اكتر. اي نعم القراءة امبلمنتد في البروجرام ان هو لازم يقرأ، ولكن بيحب يسمع كتير. يسمع بيحب يسمع المحاضرات، يسجلها ويسمعها. مؤخرا في اللي هي البودكاست، يحب يسمع بودكاست كتير، ما يفرجش على فيديو، لا هو يحط الهاند فري. تمام. ويسمع بودكاست كتير قوي، بيحب يستقبل عن طريق السمع كتير.
حلو. ده بالنسبه للاوديتوري. هتخش بقى على عمنا الكانستاتيك، ده الجميل، تمام، بيحب بقى يجرب كل حاجه بايديه. ده بقى مثلا وانت بتعلم كلاس برمجه، يقول له والله انت هتخش على فيجوال، مش فاكر اسمه فيجوال بيسك ولا مش عارف اسمه فيجوال ايه، مش فاكر بصراحه، تمام. هتخش تكتب، تختار بايثون مثلا وتكتب الكود ده. هو بيسمعك عشان خاطر انت طبعا الانستراكتور بتاعه، او انت التيتشر، او انت صاحبه وتساعده كده، بس هو جواه هو بيقول لك خلص عشان خاطر اروح اجربها، او خلص عشان اروح اجربها. يعني هو اصلا يعني هو مش مقتنع باللي هو بالشرح، مش مقتنع بالشرح، هو بيقتنع حاجه بايده، هو يقول لك وريني كده. تلاقي الناس دي بقى بتحب تشوف الحاجه كده، بتحب تلعب فيها، طب القلم ده ايه، طب معمول ازاي، ومش عارف ايه كده، فتحسوا. وتلاقي الناس دي اكتر ناس بيحبوا يصلحوا حاجات وبتاع، بيحب يمسك الحاجه بايديه ويجربها بايديه، شوفها ايه الدنيا. طيب ايه تاثير ده بقى؟ يعني تاثير ان انا اعرف يعني واي ليه يا احمد انت بتقول لي كده؟ ليه بتقول لي ان انا اعرفه؟ طيب هو انت لو انت حد بتتعلم بالكتابه وانت اصلا فيجوالايزر، هيبقى الموضوع سهل؟ لا، مش هيبقى سهل، والاوت كام بتاعك مش هيكون حلو على فكره خالص. انت هتلاقي نفسك مثلا بتذاكر، بدل ما تذاكر نص ساعه كم معين، هتذاكر في كم قد كده اهوت في نص ساعه في نفس الوقت. طب لو انت استخدمت بقى، لو انت عرفت تستدي الليرنينج ستايل بتاعك، هتلاقي نفسك بتنتج اكتر وبتفهم اسرع وبتفهم اجود كمان. المهم انك تعمل التست، اسمه learning style test، على جوجل، اي موقع يجي لك ادخله ببلاش، ما فيش حد بيدفع فيه حاجه، وكده كده اغلب الحاجات اللي بقول لكم عليها ببلاش. لو بفلوس هقول لك الحاجه دي بفلوس وكيش عشان تدفعها. طيب لو انت مثلا دخلت كارير، اصلا الكارير ده كله جرافيكس مثلا، وانت حد فيجوالايزر جامد جامد. طب لو انت دخلت كارير والله انت حد بتاع كتابه ومراجعه وتدقيق لغوي وبتاع ومش عارف ايه، او تدقيق لغوي مش عارف، طيب الرايتنج بالنسبه لك هيكون جميل، انت راجل بتحب تكتب، بتحب تعمل، بتحب تسوي بايديك. طب واحد مثلا والله دخل وليكن ملحن، طيب بيحب يسمع بقى، فما بالك هو شغلته في الحاجه بتاعته في الستايل بتاعه، ما بالك بقى انت تعمل الام بي تي اي تيست، تمام، وتعمل الليرنينج ستايل بتاعك، تمام. فحصل بقى كومباينيشن معاهم، ما بينهم وما بين بعض. بعاني انا من الاشكال دي بقى، وانا بصور الفيديوز، اقعد اقطع وبتاع. طيب رجوعا للموضوع، ام بي تي اي تيست هتعمله، شخصيتك والله انت شخص اكستروفيرت وبتاع مش عارف ايه، طيب دخلت وليكن مجال مثلا في ليه علاقه بالتست بتاعك، بالشخصيه بتاعتك، بالبرسوناليتي بتاعتك، بعدين كمان متعلق بالليرنينج ستايل بتاعك. وليكن مثلا انت اكستروفيرت واشتغلت فريلانسر بروجرامر مثلا، تحب تبرمج وبتاع ومش عارف ايه، وانت اصلا فيجوالايزر، معاك مثلا كاينستاتيك، لانك ممكن تكون اتنين مع بعض وممكن تاخد من خصائصهم كلهم. يعني انا مش بشرط عليك، او انت مش هتلاقي نفسك مربوط بواحد بس، لا انت ممكن تكون combination between all of them، فعادي. طيب انت والله عملت الام بي تي اي، لقيت نفسك سوشيبل، طب عملت بروجرامنج بقى وتتعامل مع كلاينتس بقى وكده، مش شغال في شركه، لا ده بتتعامل مع كلاينتس فريلانسر، وكمان فيجوالايزر، ولكن شغال مثلا يو اي اند يو اكس، يوزر انترفيس اند يوزر اكسبيرينس، بتتعامل مع كلاينتس وبتتعامل مع حاجات رسومات وبتاع. شفت انت شفت الكارير ده بقى؟ شفت بعد ما تعرف الليرنينج ستايل بتاعك وبعد ما تعرف نوع شخصيتك، هتختار اختيارات افضل، هتعرف نفسك من هنا بقى. عارف الناس تقول لك لا ده مش مناسب ليا، انا مش بحب ده، بتحبوهم صح؟ الناس دي عارفه نفسها. انا بقى بحب الناس اللي عارفه نفسها. عارف نفسك هتريح نفسك وتريحني في كل حاجه على فكره، في الكورسز، في التعليم، في العلاقات حتى. عارف نفسك خلاص انت تمام، قشطه، زي الفل.
كده تعرف توصل للحاجات اسرع، تعرف ايه المناسب ليا وايه اللي مش مناسب ليا. خلاص بقيت عارف نفسك للحد اللي انت فيه تقدر ما تركزش اللي هو ايه، ما تفكرش اصلا اللي هو ايه دي بتاعتي ولا لا، انت خلاص عارف ان دي مش بتاعتك. قشطه يا جماعه، لا ده مش هيناسبني، الكورس ده مش هيناسبني، انا عارف نفسي مش بحب الاستاتستكس، انا عارف نفسي مش بحب الاي تي يا جماعه، لا 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 اتش ار انا مش بحب اتعامل مع ناس، فانت حر. فانا احب كده، دي حاجه حلوه جدا انك تكون عارف نفسك، انا مش عارف اشتغل في دي، لا وانا بحب دي. الانسان اللي عارف نفسه دي حاجه كويسه جدا، كل ما تعرف نفسك اكتر واعمق كل ما تاخد قرارات احسن، والقرارات اللي احسن هتديك مستقبل احسن، ودي حاجه لطيفه. فدولت كده التو اسسمنتس اللي انا كنت عايز اتكلم فيهم النهارده، عشان بقى ندخل بيهم للايه، للحته بتاعتنا اللي هي ايه، why should I know this. ليه يا احمد بتقول لي ان انا اعرف نفسي اعرف نوع شخصيتي، واعرف ايه هو واعرف ايه هو الليرنينج تايب بتاعي. طيب احنا قلنا اهوت لسه قايلين ان انت دلوقتي لما تعرف الليرنينج تايب بتاعك وتعرف انت نوع الطريقه اللي انت بتتعلم بيها اسهل واسرع ازاي واكفأ، مور افيشنت، تمام. ولما تعرف نوع شخصيتك وتعمل كومباينيشن ما بينهم هتعرف تختار التخصص الاكاديمي بتاعك احسن. والله انت مثلا زي ما قلنا المثال الجميل، والله انت حد اكستروفيرت، طيب اكستروفيرت تحب تتعامل مع الناس، وحد سوشيبل وحد بتتعامل، طيب اوكي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك حلوه، السوشيال ابيليتيز بتاعتك حلوه، وابيليتيز كمان مش سكيلز، وفي فرق ما بين الابيليتيز والسكيلز بكلمكم على فيديو تاني، الموضوع كبير. دكتور محمد القاضي بصراحه يعني عامل معانا الواجب. طيب اكستروفيرت اشتغلت يو اي ان يو اكس، حاجه كده في البرمجه، تصميم الحاجات من بره، وانت كمان حد لما لقيت الليرنينج ستايل بتاعك لقيت حد انت فيجواليزر، تحب تشوف وتعمل رسومات وبتاع مش عارف ايه، فما بالك بقى انت يعني كومبينيشن المحترم ده، عملت كومبينيشن ما بين الام بي تي اي والليرنينج ستايل بتاعك، واخترت جوب او اخترت مؤهل. طب ما بالك بقى اللي انا الدعوه بقى بتاع اللي هو واي شود بقى ليه، ما بالك بقى لو انت اخترت مؤهل كمان مناسب، وده محور الفيديو عامه، اخترت مؤهل مناسب للليرنينج تايب بتاعك وللشخصيه بتاعتك، انت كده معدي، انت كده، ده انا كده اجي ابوسك يعني بصراحه. كل حاجه عندك متظبطه، كل حاجه عندك مترتبه اهو، كلهم متظبطين مع بعض. طب دخلت بقى يا معلم فنون جميله، دخلت برمجه وتخصصت يو اي ان يو اكس، كومباينيشن تحفه تحفه. كده انت ما نكدتش على نفسك، كده انت مش هتحس انك داخل الكليه كانك ايه، مع علاقه مع صاحب توكسيك، او مع كليه توكسيك، او حد توكسيك. انت تمام، انت هي بتديك حقك وانت بتديها حقها، وانتوا الاثنين تمام مع بعض، كليه وعلاقه هيلثي يعني، مش علاقه توكسيك، انت توكسيك، مش علاقه توكسيك انت بتستنزف فيها وانت رايح الكليه كل يوم قرفان ومش عارف تكمل وهتيجي عند الكارير كوتش تعمل كارير شيفت، بعد اذنك انا عايز اعمل كارير شيفت وخبراتي كذا وعايزك تساعدني ان انا اعمل كارير شيفت. فليه؟ فنخليها من الاول ان انت عايز تعمل كذا 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 كذا، طب وكله تمام قشطه، بدل ما تورط نفسك في حته تانية وتقعد بقى تختار بقى لو انا هتعلم تاني الكورس ده من الاول وجديد، طب المجال ده بيقول ايه، طب ايه احسن اماكن كورسز، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، طب ما من الاول احسن، يبقى افضل بصراحه. ده اجابه السؤال طبعا، واجابه كافيه شافيه وافيه. احنا قلنا واتكلمنا في نقطه تانية برضو، احنا بنتكلم هاو تو تشوز يور كوليدج اند كارير. انت لما عرفت نفسك، لما انت الاجابات جات لك، عرفت تختار لنفسك 1 2 3 4، تختار الكارير بتاعك اللي هو في المثال اللي اتكلمنا عنه اللي هو اليو اي واليو اكس. طيب وده الكارير، وقدرت تختار الكوليدج بتاعتك، تمام، اللي هي مثلا وليكن فنون جميله، لو انت بقى عايز لا مش اللي هو برمجه، لا اللي هو مثلا ايه، حد بقى ايه هيرسم بقى وكده، تمام، او هيفيجوالايز على الستريتور على اي برنامج خاص، او افتر افكتس هتشتغل على الكلام ده يعني، حد بتاع موشن جرافيكس، حد بتاع بريمير، الكلام ده كله. ده بالنسبه للكارير والكوليدج، تمام تمام، براءه براءه. تانية بقى، طيب describe different fields for different styles. احنا قلنا برضو اتكلمنا ان انت لو انت مثلا راجل بتحب
تعمل الحاجه بايدك. طب انت كده بقى تحب تخش كليه علوم مثلا هتحب ترسم، هتحب تعمل. وخد بالك انا قلت لك ان انت ممكن يكون عندك حاجتين مع بعض، يعني مش شرط يكون عندك هي حاجه واحده بس، لا ممكن يكون عندك حاجتين مع بعض، وده طبيعي وعادي. بس احنا بشر ملناش ثوابت يا جماعه. البشر والعلوم النفسيه بتقول ان احنا ملناش ثوابت، بدليل انها بتتطور وكل واحده بتكسر الثانيه، بيجي واحده تكسر اللي بعدها، يجي واحده تكسر اللي بعدها. واللي علينا دلوقتي وان احنا بنقول ان هو الصح، هيجي ناس تانية بعدينا ويقولوا ان هو غلط برضه. فمفيش حاجه اللي هي ايه فور لاست، لا مفيش حاجه لاستنج فور ايفر، لا كل حاجه بتتغير. التغير هو الطبيعه، التغير هو الحقيقه الثابته الوحيده. يعني انت لو اقول لك التغير هو الحقيقه الثابته الوحيده، ده الشيء اللي مش هيتغير ابدا، اللي هو التغير. انت هتفضل تتغير. طيب ده اتكلمنا وقلنا different fields for different styles، في fields كتير طبعا غطينا الكلام ده واحنا بنتكلم فيلد كذا للنوعيات دي، فيلد كذا للنوعيات دي، فيلد كذا للنوعيات دي. تمام. طبعا بقى اهم نقطه which is ايه بقى؟ the HR field the HR field reflection او perspective. انت دلوقتي لما تكون في الاتش ار، واحد بتاع اتش ار داخل انت عليه يعني في الجوب او في الشركه او كده، وانت مظبط كل الحاجات دي، السي في بتاعك هيكون تمام، داخل في حاجات بدري، حاجات بدري، ما انت خلاص بقى حابب المجال فاشتغلت فيه بقى ايه انترنشيبس، اشتغلت فيه حاجات مختلفه كتير، خلاص انت قادر تنتج بدري عن غيرك اللي هو اصلا لسه مشتت في الكليه مش عارف هيعمل ايه. فاهم قصدي؟ عرفت نفسك بدري. هنا بقى انت ده بيرفلكت عليك بقى من بتوع الاتش ار ان انت بقى بتترقى بسرعه، بتاخد بوزيشنز اعلى بسرعه، هتلاقي نفسك بتجين الكواليفيكيشنز بسرعه، انت بتاخد ماسترز بسرعه، بتاخد بي اتش دي بسرعه، انت خلاص انت من الاخر انت عملت اساسات صح، فبالتالي انت خلاص انت تمام، انت مظبط نفسك في كل حاجه. يعني از ان اتش ار برسبكتيف، يعني هتخش الفيلد او هتخش المؤسسه انت كده ماستر هتبقى. يعني احنا كنا لسه دلوقتي بنتكلم عن انواع الموظفين يعني والكاتيجوريز بتاعتهم. كان عندنا السوبر كيبرز، وكان عندنا الكيبرز، وكان عندنا السوليد، وكان عندنا اللي هم مين؟ اللي هم المسفت، اللي هم لسه عايزين تطور. فانت هتكون من السوبر انت خلاص انت مش بتعمل مجهود وانت بتعمل الشغلانه دي، انت خلاص حابب الموضوع. وكنا اتكلمنا على الحته بتاعت الشغف، ويقول لك الشغف بتاعي ومش عارف ايه. انا بترجم الكلمه الهلاميه دي اللي هي كل الناس بتقعد ترجم لها ترجمات مختلفه، والشغف والباشن ومش الباشن. انا بقول ترجمه احمد عبيد للموضوع، الباشن بتاعك هو اكتر باشن تقدر تشتغل فيه وقت طويل، ده انت ما بتتعبش وانت شغال فيه، ما بتلاقيش عناء ولا شقاء وانت بتعمل العمليه دي. فبالتالي انت اوكي هتلاقي نفسك بتنجز اسرع، بتعمل تاسكس اسرع واسهل، هتلاقي نفسك بتحقق اسرع، هتلاقي نفسك امورك سهله وماشيه وبسيطه وجميله عن اللي ممكن يكون لسه ما اكتشفش الفيلد بتاعه، عن اللي ما اكتشفش الليرنينج ستايل بتاعه. فكل الحاجات دي بتفرق في الشغل بقى بعدين لما تيجي تخش الكوربريت لايف في الشركات. لا الشخص ده بيفرق، اللي متظبط ده وعارف يعمل ايه وعارف بيسوي ايه ويقول لك انا كذا، ويخش يقول لك انا شاطر في كذا وشاطر في الحته دي وحابب دي وحابب دي، انت بترتاح معاه اصلا. ف بتفرق طبعا في البروموشنز بتاعتك، بتفرق في السكسيشن بلان بتاعتك. دايما بيعتمدوا عليك في تاسك، ما بيعتمدش عليك بشكل توكسيك يعني اللي هو بيستنزفوك، لا دايما بتلاقيك بتاخد حاجات مهمه وبتروح مناصب مهمه وبتروح بيحصل لك بروموشنز اسرع. فلا الموضوع مهم قوي، بيرفلكت على كل حاجه بقى. انت لما تظبط يعني بتظبط جوه، كل حاجه بعدين بتتظبط، كل حاجه بره بتتظبط. وما تنسوش يا جماعه ان الانسان عباره عن شويه افكار، الفكره بتولد شعور، والشعور بيولد سلوك، والفكره اصلا بتيجي من المعتقد بتاعك. فلو انت معتقد انك حد غير كفء هتبقى حد غير كفء. وهنتكلم عن الموضوع ده بشكل اعمق في فيديوهات تانية لان الموضوع ده كبير، وفعلا انا عايز اكلمكم عليه بصراحه، بس يعني في مره تانية. بس ده كان عنوان الفيديو بتاع ده كان الفلوج بتاع النهارده. فلوج خفيف لطيف فيه 2 اسسمنتس هتعملهم، هيفيدوك جدا، هتعرف فيهم حاجات كتير عن شخصيتك، هتعرف تحدد انت بتحب ايه في التعليم وتقرا ايه اسلوب التعليم بتاعك، بتفضل تسمع، بتفضل تقرا، بتفضل تكتب، بتفضل تعمل حاجه بايدك، كل الحاجات دي جميله.
وتاثير ده على اختيارك للكارير، وتاثير ده على اختيارك للمؤهل، وتاثير ده على اختيارك لكل حاجه. فاتمنى ان انت تكون وصلت هنا، ولو وصلت هنا يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتس شاركني ايه اللي حصل، شاركني انت عملت ايه، شاركني استفدت ايه. هكون سعيد قوي بالمشاركه بتاعتك. وعلى فكره لما حد بيتفرج على الفلوج ويشاركني هو عامل ايه، يعمل ريفليكشن كده معايا، انا ببقى سعيد جدا جدا. واتمنى ان كله يعمل حاجه زي كده. اتفرجت على الفيديو اديني الكونتريبيوت يعني، واديني اكتب لي تعليق. طب واتفرج اضغط لايك حتى لو انت ما يعني لو انت اتفرجت عليه كله اضغط، مش لازم تضغط عادي يعني، انا ما عنديش مانع. ولو ان انت تكون محبب ان انت تسبورت مي يعني عشان خاطر الكونتنت يفضل يستمر يا ريت يعني. فيعني هو كده يفضل يستمر، بس يعني ايه لفته ظريفه ولطيفه وخفيفه وشريفه منك يعني. طيب كده تمام. بتمنى ان انت تعمل سبسكرايب للشانل او تعمل لايك للفيديو، وتشير الفيديو ده مع اصحابك، مع كل الناس اللي عندهم مشكله في الحته دي. هكون اكتر من سعيد او more than happy, both of them are right. We thank you for joining or for watching this video till the end, and thank you for being here, and thank you for watching me till the end, and thank you for يعني joining Obaya and EG coaching community. Thank you. اشوفكم ان شاء الله في فلوج الجمعه الجايه، وباي باي.